السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا مساء الورد والياسمين على اغلى واحلى متابعين في الدنيا. زي كده، زي ما شفت العنوان والصورة، فعلا قطعة قديمة كانت مركونة ومضايقاني، غيرت شكل البلكونة تمام. ما كنتش متخيلة ان شكل الارفف في الالمونتال ممكن تحول الكركبة لنظام بالجمال والشكل ده. النهارده هوريكم الحكايه من البدايه وروتين تشجيع جدا في البلكونه. يلا حط اللايك الجميل بتاعك وتعالي نشوف هنعمل ايه فيها. يلا بينا نبدأ. قطعه الالمونتال دي كانت عندي وكنت هرميها، بس انا طبعا قلت ايه، طب ما استغلها واشوف هتنفع ان انا استخدمها وكده. فجيت في واحد بتاع المونتال تحتنا، نزلتها له وقلت له ان يظبط لي الارفف، يحاول يعني يعرفش بيحط فيها مسمار او بلزقه، المهم يظبط لي الارفف لان كانت واقعه، ويحاول يقصها لي على الحجم بتاع الجزء اللي انا عايزه احط فيه القطعه دي. نزلتها له وظبطها له زي ما انتم شايفين كده. الارفف دي الاسود ده هو حطه من عنده، اما اللي هو الابيض ده بتاع كان مخلوع وهو ايه حاول يظبطه يعني. بدأت هنا بقى ارص فيها البصل والثوم. طبعا أنا البصل والثوم والبطاطس لما بحطهم جوه ما بيتبهدلوا، وغير ان ابني بيلعب بيهم بقى كل يومين ادخل الاقيه مطلعهم كلهم من ضرفة المطبخ برميهم في الأرفف. فقلت احطهم هنا افضل. والقطعة اللي فوق برضو عملتها ان هي تبقى خزين للمنظفات، لاني برضو بخاف ان هو ايه يفتح ضرفة المطبخ ويلعب، يمسك حاجة من ازاز المنظفات ولا حاجة. فخليت المنظفات والخزين في هنا في البلكونة في القطعة دي. جيت بقى هو جه بقى عملها لي وجه ركبها. بدأت بقى انا ارص فيها رصيت فيها البصل والثوم والبطاطس والمنظفات، رصيتها بعدين ما رصيتهاش هنا في الفيديو. وقلت بقى اكنسها كده وامسحها كده، يعني ايه اخلي فيها الروح يعني. مسكت حطيت المعطر اللي انا حطيته منظف الارضيات ده، وبدات ادلق ميه بقى واغسل بالفرشه كده الجدران بتاع البلكونه والحديد والبلاط، لان كان هو بيعمل في البلكونه كان موقع حاجه لازقه كده، مش فاهمه تقريبا ماده من اللي هو بيلزق بيها مش عارفه. فكانت لازقه على البلاط، ولما بقى تراب من البلكونه فكانت خدت وقت مني على ما نضفتها. وبدأت هنا بقى خلاص، بعد ما دعكت في الفرشة كويس بدأت اجيب بقى الشرشوبة كده وانشف بقى وامسح بقى البلكونة. بعد ما مسحت البلكونة جبت حتة قطعة قماشة فوطة وبدأت امسح بيها تاني، لان انا كنت دلقة مية كتير هنا في البلكونة، والبلكونة ما فيهاش صرف عندي. يعني هنا البلكونة المية اللي بدلقها بتفضل موجودة لحد ما انا اللي اشيلها واحطها تاني في الجردل، ما فيش مية بتنزل الشارع. فمسكت الاول قعدت الم الميه كده بالشرشوب، وبعدين بدات بقى ايه بالفوطه دي، قطعه الفوطه دي ابدا انشفها كويس بقى. مسكتها خالص اهي بقى، بدات انشفها كويس. اعيد عليها بعد ما عملتها بالشرشوبه ابدا انشف الارض كويس يعني. وهنا بقى كانت الارض نشفت، كنت انا غاسله القطعتين، عندي قطعتين من دول بفرشهم كده عشان لو ابني طلع قعد يلعب ولا حاجه وقعد عليها ما يقعدش على البلاط. وسالت الزبالة دي برضو طلعتها بره خالص، بره المطبخ. خليت الزبالة في البلكونة هي كمان عشان ما تبقاش جو حرر، والزبالة لو فضلت في البلكونة في المطبخ ممكن تعمل ريحة يعني، فخليتها في البلكونة. دي القطعة اللي فوقها. القطعة اللي فوق دي انا حطيت فيها بقى، رصيت فيها المنظفات كلها بتاعتي والحاجات اللي انا ايه اخاف عليها جوه في المطبخ يعني. ده الشكل النهائي للبلكونة. خلصت بقى البلكونة ودخلت اعمل بقى لنفسي كوباية شاي كده اكافئ نفسي بعد ما خلصت البلكونة بقى. وده كان فيديو النهاردة، روتين خفيف وفكرة بسيطة لاستغلال المساحات. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك علشان عيلتنا تكبر بيكي. قولولي بقى في التعليقات عندكم ايه قديم وعايزين تجددوه. اشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامة.